السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة كروشيه ستايل. هنعمل النهاردة ان شاء الله هنستأنف سلسلة استخدام بواقي الخيوط وازاي نستفيد بيها في اشكال كتيرة من المحافظ والبورتفيهات والشنط ايا كان يعني حجمها، ممكن ندخل فيها الوان مختلفة. النهاردة ان شاء الله انا عندي الخيط مكرمية مصري اللون ده، هنعمل بيه بورتفيه شيك جدا، موديل مميز وانيق قوي. بجيب من النص يعني متقسم 2 جيب سوستة واحدة. هنبدأ مع بعض. خيط مكرمية مصري سمك تقريبا 2 ملي او 2 ملي ونص، لون الكافيه الغامق شوية. هقص بس الخيط بالولاعة، عارفين طبعا الخيط المكرمية المصري ما بيتقصش الا بالولاعة، مينفعش اقص بالمقص خالص. تاخدي بالك وانت بتقصي عشان ما تتلسعيش. هنعمل مع بعض عقدة بداية، وهستخدم له ابرة مقاس 4.5 زي ما انت شايفة، هي اللي بتمشي مع المقاس ده من الخيط. هبدأ بعمل 28 غرزة غرزة سلسلة، 28 غرزة سلسلة. دلوقتي هشتغل سلسلة ارتفاع، يبقى انا كده اشتغلت 29 غرزة سلسلة، وهشتغل بقى هسيب السلسلة اللي عملتها ارتفاع وهشتغل غرز حشو في حلقة واحدة بس. غرز حشو في حلقة واحدة بس. هخلص 28 غرزة حشو وهقولك هنعمل ايه بعد كده. اشتغلت 28 غرزة حشو، هشتغل سلسلة ارتفاع وهفوت السلسلة اللي انا اشتغلتها، وهشتغل غرزة حشو في اللفة الخلفية. غرز حشو في اللفة الخلفية. وساب الدم وارد واختفى. السجادة الوحيدة المتواضعة في نص الصالة باينة من ورا فتحة الباب. شقة بسيطة أشبه بكحة لكنها نظيفة. هشتغل 28 غرزة غرز حشو في اللفة الخلفية، ده السطر التاني. اشتغلت 28 غرزة حشو في اللفة الخلفية. عشان ما تتلخبطيش في العدد، عدي كل مرة انت اشتغلتي كام غرزة عشان ما يحصلش عندك نقص في اول السطر او في اخر السطر. طبعا مش هننسى نشتغل في الغرزة الاخيرة. هنرتفع سلسلة وهنلف الشغل وهنشتغل، هنفوت السلسلة دي وهنشتغل في الغرزة اللي بعدها غرز حشو في اللفة الخلفية. كل سطر هفوت السلسلة اللي برتفع بيها وهشتغل في اللفة الخلفية 28 غرزة حشو. هشتغل 20 سطر وبعدين هقولك هنشتغل ايه كمان. انا شغلي كله في اللفة الخلفية بتاعة الغرزة، ما ننساش كده. بنشتغل في اللفة الخلفية بتاعة الغرزة وهنشتغل 20 سطر على 28 غرزة حشو. اشتغلت 28 سطر. انا قلت ان انا هشتغل 20 سطر بس، لما اشتغلت 20 سطر لقيت انه هيبقى البورتفيه هيبقى كنس شوية، مش هيقضي التليفون بتاعي. فخدت على مقاس التليفون وزودت من هنا سطرين ومن هنا سطر، يعني زودت 3 سطور على مقاس التليفون. دلوقتي هقيسلك القطعة دي مقاسها كام. مقاسها 22 سنتي بالطول و23 سنتي بالعرض. خلاص دلوقتي انا هعمل ايه، هزود بقى. خلاص كده مش هزود على دي تاني. عايزة ازود خيط حوالي نقول 2 علشان هبقى اقفل الجناب بيه، وبعدين هشتغل الجيب اللي في النص. هقص كده. خلاص هنا كده هسحب الخيط، هسحب الخيط بتاعي وابدأ اشتغل الجيب اللي في النص. دلوقتي انا عندي
دول 28 غرزة. دلوقتي انا محتاجة اعمل تقسيمة الجيب اللي في النص. طبعا هنعمله بالشكل الطولي ده على الخطوط. ماشي، انا عندي دلوقتي دول 28 غرزة. 28 غرزة. المفروض ان انا هعد من اول اخر غرزة هنا عشان بس نعد مع بعض من اول اخر، من اول غرزة من حلقة سلسلة البداية. هعد 14. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خلاص عديت 14. السلسلة ال15 غرزة رقم 15 هي اللي هشتغل فيها. هبدأ امسك طرف الخيط وهجيب طرفه كده وهسحب الخيط وهشتغل سلسلة. خلاص، وهدخل برضو في نفس الغرزة وهشتغل غرزة حشو، وهشتغل غرزة حشو كده. انا اشتغلت اول غرزة حشو. هسيب الغرزة دي هنا، نركز مع بعض لانه دي في عدد شغل معين، عشان لو اشتغلنا على كل السطور هيبقى الجيب شكله واسع قوي وهيبقى مموج معايا من جوه. انا عايزة تقسيمة للجيب تكون ناشفة وواقفة من النص، وفي نفس الوقت تكون متقسمة كويس. خلاص، يبقى هشتغل اول سلسلة. خلاص، هسيب السطر اللي هو اللي بين السطرين البارزين وهشتغل في اللي بعدها غرزة حشو برضو. خلاص، ادي كده تاني غرزة حشو، وهشتغل هنا كمان غرزة حشو كده 3 من غرز الحشو. هشتغل كمان غرزة حشو كده 4. اشتغلت 4 غرزة حشو. بعد كده هشتغل سلسلة وغرزة حشو في السطر اللي بعده. السلسلة دي قصاد الفراغ اللي بين السطرين، وسلسلة. المفروض ان انا هقسم كده عشان يبقى اسهل لي. واشتغلت سلسلة وهدخل في الغرزة اللي قصادها وهشتغل غرزة حشو وسلسلة، وهدخل في الغرزة اللي قصادها وهشتغل غرزة حشو، وهشتغل سلسلة وهشتغل غرزة حشو، وهشتغل كمان سلسلة وهشتغل في اللي قصادها غرزة حشو. اهم حاجة يكون الغرز اللي بشتغل فيها تقسيمة الجيب تكون غرز قصاد بعضها، ما تتلخبطيش وتاخدي غرزة قبل وغرزة بعد، لا نركز عشان الغرز تطلع متساوية كويس. هشتغل سلسلة وهشتغل غرزة حشو. خلاص، انا اشتغلت هنا 4 غرز حشو ورا بعض على طول. بعد كده بعد الغرزة الرابعة اشتغلت سلسلة غرزة حشو سلسلة غرزة حشو سلسلة غرزة حشو سلسلة غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. هشتغل كمان هنا بقى، هنشتغل اخر سلسلة وبعدين غرز حشو ورا بعضها، وبعدين غرزة حشو، وبعدين غرزة حشو، وبعدين غرزة حشو. خلاص، معنى كده ان انا اشتغلت كام غرزة حشو دلوقتي؟ ادي 1 2 3 4 دول ورا بعض، وهنا 1 2 3 4 ورا بعض، و1 2 3 4 5 6 دول في بينهم غرزة سلسلة. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل غرز حشو فوق كل الغرز اللي عندي. فوق كل الغرز
غرز الحشو والسلسلة، كل حاجة كل غرزة من دول فوقيها غرزة حشو. وهنا وفوق السلسلة كمان نخش تحت الحلقتين وفوق غرزة الحشو، غرزة حشو برضو، وفوق وعند السلسلة تحت الحلقتين غرزة حشو. هكمل السطر بنفس الطريقة لغاية ما اخلصه، وبعدين هرجع اوريكي السطر اللي بعده هنشتغله ازاي. خلصت السطر ده كده، هيبقى عندي كام غرزة هقولك دلوقتي. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. السلسلة دي سلسلة ارتفاع عشان السطر اللي بعد. خلاص كده عرفت عدد السلاسل اللي معايا. كل سطر المفروض اعدهم عشان ما ينقصوش، عشان اخر غرزة واول غرزة. زي ما قلت بنبني الشغل كده. الطريقة دي في عمل تقسيمة الجيب بالنسبة للغرزة دي بتخلي الشكل من بره زي ما هو وكأنه مش معمول فيه اي شغل من جوه. شايفين مش باين فيه اي حاجة، كأنه مش شغالة فيه من جوه خالص. انا كده يعتبر بريح الغرزة بتاعت السطر بتاعي وبشتغل فيه براحته عشان ما يبانش فيه اي حاجة من الناحية التانية، الناحية اللي من بره. بشتغل سلسلة ارتفاع وبلف الشغل بتاعي وبكمل عدد سطور لغاية السطر، لغاية الغرزة اللي قبل الأخيرة. يعني أنا من الناحية دي المفروض نشوف الناحية الأقل ونشتغل لغاية الغرزة اللي قبل الأخيرة. يعني هنا فاضل لي كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. المفروض هشتغل 12 سطر. خلاص 12 او 11 سطر كمان، بما انه انا بعمل حساب ارتفاع السطر بتاع الغرزة. بعمل 11 سطر واشوف الطول بتاعي مناسب ولا. لو لقيتهم كتار وطالعين لغاية مثلا الغرزة الاخيرة هفك منهم سطر، او هعمل 10 واقيس. ولو لقيت الموضوع محتاج السطر ال11 بعمله، مش محتاجة خلاص ما بعملوش. هخلص التقسيمة بتاعة الجيب كلها واوريكم انا عملت كام سطر بالظبط. اشتغلت 9 سطور بما فيهم السطر الاول اللي انا اشتغلته فوق غرز الحشو الاولانية خالص. يعني لو حسبنا غرز الحشو اللي هي الاولى اللي بدأناها في السطور البارزة هنبقى اشتغلنا 11 سطر. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كده اشتغلت 10 سطور. هعمل ايه دلوقتي؟ المفروض هفوت خيط هنا عشان اخيط بيه الجوانب بتاعة البورتفيه. هقص كده بالولاعة حوالي متر تقريبا، وهقص الخيط وهحضر ابرة التنظيف. اول هسحب الخيط كده. خلاص كده سحبت الخيط وهجهز نفسي اني اخيط الطرفين مع بعض في نفس الغرزة. السطر ده هبقى اخده تحت الخيط كده وانا شغالة، بس السطر المفروض بادئ من الغرزة اللي قبل الاخيرة. شايفين المفروض بنقفل عليه كده. هشتغل في الغرزة اللي قبل الاخيرة في ظهر السلسلة اللي بادئين بيها كنا خالص. اول ظهر السلسلة احنا بدأنا بيه هنشتغله، وهنشتغل في الغرزة اللي قبل الاخيرة، وهرجع برضو
اخلصه وارجع لكم. خلاص كده ثبت الجنبين، ثبت من الجنب هنا وكمان من الناحية دي زي ما احنا فاكرين. انا سبت غرزة من هنا وغرزة من هنا عشان هخلي الجيب يعني او الوش بتاع البورتفيه يبقى واسع ويبقى سهل الفتح معايا. خلاص هجيب دلوقتي الخيط، وهشتغل غرز منزلقة. هنبدأ من اول السطر من هنا، هندخل تحت الحلقة دي هنا وهنسحب غرزة منزلقة، وهنا السطر البارز وهنسحب غرزة منزلقة، وهنا برضو تحت الحلقة دي ومنزلقة، وهكذا هكمل في كل السطور. مش هسيب سطر خالص غير لما اعمل فيه غرزة منزلقة. بس هخلي ايدي مشدودة عشان البق بتاع البورتفيه ما يبهوأش مني. ايدك مشدودة قوي بقى، ما هسيبش الخيط مريح معايا لا خالص، هشد ايدي كويس عشان يتظبط معايا. ده طبعا هيضايقك شوية في الاول، بس مع الوقت هتلاقي نفسك بتظبطي البورتفيه بتاعك. هجيب اخر السطر وهاجي عند الجزء ده هقولك هنعمل ايه بالظبط. خدت السطر لغاية اخره بغرز المنزلقة، شايفين ابتدت تتظبط كده معايا. وهنا بقى هنيجي للغرزة اللي في اول السطر. هنعمل ايه؟ انا اشتغلت هنا خلاص، فهدخل هنا، شايفين تحت عقدة البداية على طول هشتغل غرزة منزلقة برضو، وهنا اشتغل غرزة منزلقة، وهنا شايفين انا خدت كده غرزتين منزلقة. هنا برضو هنا غرزة منزلقة، السطر اللي قبل الاخير، السطر الاخير كمان غرزة منزلقة. خلاص كده انا كده وسعت الطرف بتاعي معايا، وهدخل هنا وهاخد غرزة منزلقة. هنا السطر ده تحت حلقة واحدة هندخل ناخد غرزة منزلقة. خلاص، وهنا ياخد هنا غرزة منزلقة، وهنا برضو السطر البارز والسطر اللي بعده السطر اللي هو نازل لتحت ده هنشتغل في الحلقة الأمامية اللي قدامنا بس غرز منزلقة. هخلص السطر وهنعمل هنا زي ما عملنا هنا بالظبط. شايفين حتى هيبقى نازل كده، هيديني وسع كده للبورتفيه بتاعي عشان ما يضايقنيش لما اجي افتحه واحط حاجة جواه. خلاص هخلصه وارجع اوريكم شكله النهائي عامل ازاي. انا خلاص خلصت السطر ده لاخره. طب انا عاوزه اعمل حزام صغير كده او يد اعلقه منها في ايدي للبورتفيه، وعايزه اعمله بخيط منه فيه، مش عايزه اركبه بجنش ولا حلقه لانه بيبقى زياده امان اكتر، وكمان مش عايزاه يظهر بشكل مش حلو. هشتغل بعد ما اشتغلت هنا 2 حلقة منزلقة، وقبل ما ادخل على الغرزة دي اللي في الناحية التانية هشتغل عدد سلاسل على مقاس الايد اللي انا عايزة اعملها. خلاص يستحسن ما تكونش صغيرة عشان البورتفيه مش صغير، لحد ما واسع ويشيل معاكي حاجات كتير قوي.
اشتغلت 42 سلسلة عشان تبقى الايد بتاعتي مرتاحة لما اكون ماسكة البورتفيه بتاعي. هدخل هنا واسحب المنزلقة من نفس الغرزة اللي خلصت منها، وبعدين هدخل هنا